نجيب ومعتز، اتنين اخوات لسه مخلصين الثانوية واخدوا اجازة نهاية السنة. حبوا يكسروا ملل الاجازة ويطلعوا في رحلة استكشاف بعيدة عن الزحمة والدوشة بتاعة المدينة اللي هم فيها. كانوا دايما بيسمعوا عن غابة قديمة، الناس هناك بيقولوا انها مسكونة بالاشباح ومحدش بيقدر يدخلها. الفضول كان بيزيد يوم بعد يوم، وكل ما يسمعوا حكاية جديدة عن الغابة دي كان قلبهم بيقول لهم إنهم لازم يروحوها ويشوفوها بنفسهم. في يوم نجيب قال لأخوه معتز: إيه رأيك نروح الغابة اللي الناس كلها خايفة منها؟ معتز في الأول كان متردد، بس بعدين قال لنفسه: ليه لأ؟ هنروح نكتشفها ونرجع نحكي للناس عن اللي شفناه ونثبت إننا ما بنخافش. الناس في القرية حذروهم وقالوا لهم إنهم بلاش يروحوا الغابة دي، فيها حاجات مش طبيعية وكل اللي دخلها ما كانش بيرجع زي ما كان. لكن نجيب ومعتز ما اهتموش بالكلام، كانوا عايزين يثبتوا إنهم مش زي أي حد وإنهم يقدروا يواجهوا الخوف. يوم الرحلة كان في وقت العصرية والشمس لسه موجودة، وهم واقفين على باب الغابة بصوا لبعض وكان واضح إنهم متحمسين رغم الإحساس الغريب اللي بدأ يسيطر عليهم. نجيب قال: يلا بينا، المغامرة لسه قدامنا. ودخلوا الغابة وهم مش عارفين إن اللي مستنيهم جوه هيغير حياتهم للأبد. بعد ما نجيب ومعتز دخلوا الغابة الجو بدأ يتغير حواليهم بشكل غريب. الأشجار كانت طويلة وضخمة وأغصانها متشابكة لدرجة إنها كانت بتحجب نور الشمس، فالدنيا بقت ضلمة حتى مع إن الوقت كان لسه بدري. كل خطوة كانوا بياخدوها كان صوت أوراق الشجر اللي تحت رجليهم بيزيد توترهم. معتز بدأ يحس بحاجة مش طبيعية، فبص لنجيب وقال له: حاسس إن في حاجة مش تمام هنا، مش حاسس بالأمان. بس نجيب كان مصر يكمل وقال له: ما تخافش، احنا لسه في أول الطريق، أكيد كل ده مجرد خيال والناس مكبرة الموضوع على الفاضي. وهم ماشيين بدأوا يسمعوا أصوات غريبة حواليهم، أصوات همسات مكتومة جاية من كل ناحية وكأن في عيون حواليهم بتبص عليهم. معتز وقف فجأة وقال: نجيب، انت سمعت الصوت ده؟ نجيب بص حواليه وحاول يطمنه: أكيد ده صوت الريح وهي بتحرك الأشجار، بلاش نخلي خوفنا يسيطر علينا. لكن مع كل خطوة الأصوات كانت بتقرب أكتر وأكتر، وبدأت تظهر ليهم صور ضلال بتتحرك بين الأشجار. معتز كان خلاص مش قادر وعلى وشك إنه يرجع، لكن نجيب شد على إيده وقال له: إحنا جينا لحد هنا ومش هنتراجع، يلا نكمل. الغابة بقت زي المتاهة، وكل ما يدخلوا ويتعمقوا أكتر كانوا بيحسوا إنهم بيدخلوا عالم تاني، عالم مليان بالأسرار والمخاوف اللي ما يعرفوش عنها حاجة. حسوا إنهم مش لوحدهم وإن في حاجة أو حد مستنيهم قدام، وبدأوا يحسوا إن المسافة بينهم وبين العالم الخارجي بتكبر. الأصوات اللي كانت في الأول مجرد همسات خفيفة بقت دلوقتي صرخات مكتومة جاية من كل ناحية. معتز كان قلبه بيدق بسرعة، كان بيبص حواليه بقلق، لكن نجيب كان مصر إنه يكمل الرحلة رغم إن الخوف بدأ يتسلل لقلبه هو كمان. وهم ماشيين لمحت عين نجيب حاجة غريبة بين الأشجار، كان بيت قديم مهجور وشبه منهار، طوب متبعتر في كل حتة وأبواب مخلعة. نجيب قال لمعتز: إحنا لازم نستكشف المكان ده، ممكن يكون في حاجة تفسر الأصوات اللي بنسمعها. معتز كان متردد بس محبش يسيب نجيب لوحده، فوافق إنه يمشي معاه. قربوا من البيت وكل خطوة كانوا بياخدوها كانت الأرض تحتهم بتصدر أصوات غريبة كأنها بتحذرهم من اللي جاي. لما وصلوا للبيت الباب كان شبه مفتوح وكأنه بينادلهم وبيدعوهم يدخلوا. نجيب دخل الأول وكان حاسس بفضول غريب رغم الخوف اللي كان جواه. أما معتز فكان متردد وهو بيخطو في كل خطوة، كان حاسس إن في حاجة غلط جوه البيت. المكان كان مليان غبار وآثار الزمن اللي عدى عليه، الأرضية كانت متكسرة والحيطان عليها علامات غريبة كأنها رموز أو كلمات من زمن بعيد. نجيب بدأ يمشي حوالين البيت يفحص كل ركن لحد ما وصل لحاجة ملفتة للنظر في نص الأوضة.
كان في مراية قديمة متغطية بطبقة من التراب. نجيب مسح التراب من على المراية، ولحظة ما بص فيها شاف حاجة مرعبة وتخض. ما شافش انعكاسه هو، لكن شاف صورة لشخص غريب، ملامحه مش واضحة وكأنه بيبص له من عالم تاني. فجأة الشخص اللي في المراية بدأ يتحرك، وشبحه طلع من المراية بسرعة ورجع يختفي في الضلمة. نجيب رجع بظهره بسرعة لورا، وقلبه كان هيقف من الرعب. حاول يلاقي معتز حواليه، لكن لما لف وراه اكتشف ان معتز مش موجود في الأوضة، كان مختفي كأنه اتبخر في الهوا. نجيب فضل واقف مكانه مش مصدق اللي شافه في المراية، وكان الخوف مالكه من كل ناحية. حاول ينادي على معتز لكن مفيش رد. الصوت الوحيد اللي كان سمعه هو صوت الريح اللي بتصفر بره البيت، وكأنها بتسخر منه. قلبه كان بيدق بسرعة، وبدأ يحس إن المكان حواليه بيضيق، وإنه محبوس جوه الكابوس ده لوحده. بدأ نجيب يتحرك بسرعة من الأوضة اللي كان فيها، بيجري في ممرات البيت القديم بيدور على أخوه. كان بيفتح الأبواب بعنف وبينادي بصوت عالي: معتز، معتز، أنت فين؟ لكن مفيش أي استجابة. كل باب كان بيفتحه كان بيدخله الأوضة أعمق من اللي قبلها، كأن البيت بيبلعه أكتر مع كل خطوة. في وسط حالة الهلع اللي كان فيها، نجيب لاحظ حاجة غريبة على الأرض. كانت آثار خطوات رايحة ناحية باب في آخر الممر. نجيب جري وهو ماشي بيتتبعها، وهو حاسس إن ده آخر أمل يلاقي فيها معتز. لما وصل للباب فتحه بحذر ودخل. الأوضة كانت مختلفة عن باقي البيت، كانت فاضية تماما إلا حاجة واحدة. كان في النص فيه كرسي خشب قديم، وقاعد عليه معتز، لكنه كان متجمد في مكانه وشكله غريب. عينيه كانت مفتوحة بس نظرته كانت فاضية، وكأن روحه اتسحبت منه. نجيب جري ناحيته وحاول يهزه: معتز، فوق، انت كويس؟ لكن معتز ما كانش بيتحرك، كأنه تمثال. فجأة الأبواب في الأوضة كلها اتقفلت بقوة، والنور اللي كان جاي من بره بدأ يختفي. نجيب حس إن في حاجة مش طبيعية بتحصل حواليه. الأرض تحت رجليه بدأت تهتز، وظهرت صوت همسات مكتومة بتتردد في كل مكان في الأوضة. الحيطان بدأت تضيق أكتر، والأوضة بقت أشبه بفخ بيحبس نجيب جواها. في اللحظة دي نجيب فهم إن البيت ده مش مجرد مكان مهجور، البيت كان فخ، وكانوا هما الاتنين وقعوا فيه. حاول بكل قوته يسحب معتز من الكرسي، لكن جسم معتز كان بارد زي التلج ومش بيتحرك، وكان واضح إن معتز خلاص مش موجود إلا بجسمه بس. نجيب حس باليأس بيتملك منه، وكل ما حاول يخرج من الأوضة كانت القوة الغامضة اللي في المكان بتمنعه، كأنها بتلعب بيه. كل مخرج كان بيتقفل قدامه، وكل طريق كان بيوصله لنفس المكان. الصوت الغامض اللي كان بيسمعه في الأول بقى أقوى، وكأن في كيان غريب بيتحرك حواليه مستني اللحظة اللي هياخده هو كمان. نجيب كان واقف في الأوضة الضلمة في وسط الهلع اللي كان عايش فيه، والهمسات اللي كانت بتتزايد حواليه وبتضغط على أعصابه أكتر وأكتر. فجأة لقى نفسه واقف قدام المراية اللي شاف فيها الوش الغريب في البداية. المرة دي المراية كانت عكس صورته هو، لكن في نفس الوقت كانت فيها حاجة مش طبيعية. صورته كانت مبتسمة، بس مش الابتسامة بتاعته، كانت ابتسامة شريرة وكأنها بتسخر منه. فجأة الصورة اللي في المراية بدأت تتحرك لوحدها. شاف نفسه بيتحرك من غير ما يحرك جسمه، وشاف صورته بتخرج من المراية ببطء. الرعب اتملك منه وهو شايف النسخة التانية منه بتقرب ناحيته. كان عارف انه لو ما عملش حاجة دلوقتي هيبقى محبوس في الكابوس ده للأبد. حاول نجيب يهرب من الأوضة، لكن النسخة الشريرة منه كانت أسرع. مسكته بإيديها الباردة وجرته ناحيتها، وكان هو حاسس بالروح بتاعته بتنسحب منه زي ما حصل مع معتز. في اللحظة دي البيت كله بدأ يهتز، كأن المكان نفسه بيحتضر. نجيب حاول يقاوم بكل قوته، لكن الإيد اللي مسكته كانت قوية جدا وأقوى من أي حاجة واجهها قبل كده. الأرض تحت رجليه بدأت تتشقق، وكان شايف الظلام بيبتلع المكان كله.
في لحظة حس بالبرد بيخترق جسمه، وكل حاجة حواليه بقت سودة تماما. فجأة الصوت اللي كان بيسمعه في كل حتة وقف، والهمسات الغريبة والغامضة اختفت. نجيب فتح عينه لقى نفسه واقف في نفس المكان اللي دخل منه الغابة المحظورة، لكن كان لوحده. معتز اختفى، والبيت اللي دخلوه كأنه عمره ما كان موجود. كان الصبح بدأ يطلع والشمس بتظهر من بعيد، لكن نجيب كان حاسس بالفراغ. رجع للبيت وهو مش قادر يصدق اللي حصل، وكأنه كان مجرد حلم، بس في قلبه كان عارف إنه حقيقي. حاول يلاقي أي أثر لمعتز، لكنه اختفى، وكأن الأرض اتشقت وبلعته. عاش نجيب حياته بعد كده وهو متأكد إن في حاجة شريرة في الغابة دي، وإن اللي حصل ما كانش صدفة. كان دايما بيحلم باللي حصل، وفي كل حلم كان شايف نفسه بيتحول للنسخة الشريرة اللي شافها في المراية. النهاية كانت مأساوية بالنسبة له، لأنه عاش حياته كلها وهو عارف إن الشر ده موجود جواه، لأنه خسر أخوه، ولأنه عاش حياته كلها وهو عارف إن الشر ده موجود جواه، ومستني اللحظة المناسبة علشان يخرج تاني.